تعال اقول لك. عمالين يقولوا لك هارد ديسك قديم وهارد ديسك جديد، اتش دي دي ولا اس اس دي. عايز تعرف تاريخ الهارد ديسكات دي؟ تبع الفيديو. زمان كان في اختراع اسمه جراموفون، وفكرته اسطوانه محفوره بطريقه معينه يقدر الدراع دوت يحولها لاغنيه، ومنها اتخذت الفكره وحولوها لبيانات، وطبعا حطوا اسطوانات كتير وسموه هارد ديسك درايف او اتش دي دي. وطبعا ده مرتبط بجزء ميكانيكي زي الموتور اللي معدل نقله للبيانات محدود وبيستهلك طاقه عاليه، ده غير ان هو غير امن عن بيانات. وطبعا بقى الشركات قعدت تطرقع في بعضها ما بين ويسترن وكوانتم وسيجيت، عليا ب 160، عليا بطيره، عليا باربعه، لغايه اما سان ديسكو اي بي ام قالوا هنجيب شويه فلاشات جنب بعضها وندمجها في قطعه واحده وهنسميه سوليد ستيت درايف، واللي معناه اس اس دي. وعملوه بنفس مخارج الهارد القديم، وبالتالي اسرع جدا لان احنا لغينا الجزء الميكانيكي وامن على البيانات واوفر للطاقه. وابتدوا يعدلوا الاس اس دي دوت لموديلات اسرع زي الميني ساتا والام 2 والام في ام اي اللي معدل نقله للبيانات بيوصل ل 3500 ميجا بايت في الثانيه. اي جهاز هاردو اتش دي دي يتعدل الاس اس دي، اكتب لي في الكومنت موديل جهازك وانا ارد عليك بانسب نوع موديل اس اس دي لجهازك، واعمل لايك وفولو لصديقتك.